ازاي نعمل السينابون رولز الاصلي في البيت ويطلع معانا احلى من بره بكتير. الطعم مفيهوش ولا غلطة، بجد تحفة جدا جدا. واهم حاجة في السينابون هي العجينة بتاعته، بتبقى خفيفة جدا جدا، عشان كده بتديني نفس طعم بره، لا واحلى كمان من بره بكتير. انا لما باكله من بره ما بيطلعش نفس الطعم الحلو ده. تابعوا الفيديو للاخر وهنشوف ازاي هنعمل احلى سينابون في البيت، وهنعمل عليه التوبينج الابيض اللي هو الصوص الابيض. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا اسمي غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف هنعمل السينابون الخطير ده ازاي. اول حاجة في بولة هحط كوباية لبن. انا هستخدم الاكواب المعيارية دي، ممكن تستخدموا اي كوب عندكم بس هتعايروا بيه كل المقادير. وبعد كده هحط عليها 4 معالق زبادي كبار. انا بس كنت مقلبة الزبادي. وبعد كده هحط ربع كوباية سكر. انا هنا كنت حاطة اللبن سخن شوية عشان الزبادي كانت ساقعة، فعشان يبقى في معادلة ما بينهم، اما احطهم مع بعض يبقوا الاتنين دافيين. وبعد كده هحط معلقة خميرة كبيرة. انا كده اتأكدت خلاص ان اللبن والزبادي دافيين بس مش سخنين، عشان ما يفسدش الخميرة. هقلبهم مع بعض وهسيبهم ربع ساعة عما يعمل عندي فقاقيع كده، يبقى عندي الخميرة خلاص. انا اتأكدت ان الخميرة شغالة معايا. بعد كده هحط ربع كوباية زبدة انا مدوباها بس في الميكروويف. وبعد كده بيضة بدرجة حرارة المطبخ. وهحط معلقة خل كبيرة. وهحط نص معلقة فانيلا. وبعد كده هحط حوالي 3 معالق مية كبار. انا حبيت احط في العجينة دي مية، كان ممكن ازود لبن بس انا حبيت احط في العجينة دي مية. وبعد كده حطيت 4 اكواب دقيق بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها اللبن، ورشة الملح. وهحط نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. وبعد كده هبتدي اعجن، وهشوف العجينة عندي هتحتاج سوائل ولا مش هتحتاج. طبعا احنا عارفين ان انواع الدقيق بتختلف من نوع لنوع. هفضل اعجن في العجينة كده لحد ما تتلم معايا. انا العجينة بتاعتي محتاجتش سوائل تانية خالص، هي بس اللي انا حطيتها. انا حتى سبت شوية مية قلت لو هي احتاجتهم، بس هي ما احتاجتش خالص اي سوائل تانية. وهفضل اعجن في العجينة كده. وعجينة السينابون بتبقى ملزقة شوية كده وطرية جدا، بس ما بتلزقش في الايد. وعجينة السينابون بتبقى طرية قوي كده عشان احنا مش عايزينها تبقى زي المعجنات او الفطاير اللي احنا بنعملها، لا احنا عايزين ناخد نفس طعم السينابون الاصلي. فهو عشان كده العجينة بتبقى عاملة كده، بتبقى طرية كده بالشكل ده. طبعا لو العجينة احتاجت معايا سوائل بحط لها سوائل، لو احتاجت دقيق بحط لها دقيق. واحسن حاجة تحطوا معلقة بمعلقة عشان ما تزودوش قوي وتبوظ معاكم العجينة، او تزودوا دقيق برضو تبقى العجينة ناشفة. فعشان كده احسن حاجة لو انتوا هتزودوا مية او هتزودوا دقيق، فاحسن حاجة معلقة بمعلقة. شايفين العجينة معايا طرية ازاي؟ ما شاء الله حلوة جدا. وهفضل اعجن فيها. وطبعا عارفين ان احنا كل ما نعجن في العجينة هتدينا نتيجة افضل. العجينة طرية معايا جدا، ملزقة بس مش بتلزق في ايدي. هسيبها بقى ترتاح ساعة ونص. وبعد كده هعمل الحشوة اللي انا هحشي بيها السينابون، اللي هي كوباية سكر بني. ممكن تستخدموا سكر ابيض عادي جدا، انا كان متوفر عندي فحطيت منه. وبعد كده معلقة قرفة كبيرة ومعلقة كاكاو كبيرة. وهبتدي اقلبهم مع بعض كده. وده كان شكل العجينة بعد ساعة ونص. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ العجينة دي خفيفة جدا جدا جدا. شايفين؟ انا حبيت بس اوري لكم شكلها من جوه عامل ازاي، خفيفة جدا. هرش بقى شوية دقيق على المكان اللي انا هفرد فيه السينابون كده. وبعد كده هحط العجينة.
وهبتدي افردها. هرش عليها برضو رشة دقيق خفيفة خالص، وبعد كده هفردها بالشكل ده كده. انا هفردها على شكل مستطيل. هفضل افرد فيها كده، انا مش عايزاها تخينة، عايزاها تبقى هوريكم السمك دلوقتي بتاعها عشان تبقى خفيفة معايا. اهي بعد ما فردتها بس ما كانتش جاية كلها. شايفين سمكها عامل ازاي؟ حلوة جدا كده. بعد كده عندي حتة زبدة كنت سايباها طلعاها من التلاجة من شوية عشان تبقى بدرجة حرارة المطبخ، وهوزع الزبدة على العجينة كويس بالشكل ده كده. اهم حاجة ما تسيبوش ولا حتة ما فيهاش زبدة بالشكل ده. وبعد كده هحط الحشوة اللي هي السكر والقرفة والكاكاو كده. طبعا هي الكوباية السكر هي مش كتير، هي حلو جدا على قد العجينة دي. وبحط كل الكوباية عندي اللي انا خلطتها مع الكاكاو والقرفة. وبعد كده هضغط بايدي كده عشان لما اجي الف ما يطلعش معايا. وبعد كده هلفها بقى، هبتدي الفها من الاول رول كده. وانا بلف الرول بشد العجينة كده عشان تطلع معايا رقيقة وحلوة بالشكل ده. وهفضل الف لحد ما اكمل كل الرول للاخر كده لحد ما اخلص كده. بعد كده هبتدي اقطعه، لو حابين تقطعوه بخيط براحتكم، ولو حابين تقطعوه بالسكينة براحتكم. انا بصراحة شايفة ان مفيش فرق خالص، السكينة برضو بتطلعهولي مظبوط وحلو جدا. بقطعه كده بالسكينة وبيطلع معايا مظبوط وحلو جدا. وانا الحجم ده كان مناسب جدا بالنسبة ليا، لو حابين تكبروا شوية براحتكم، بس هو لسه هيكبر عن كده، فالحجم ده كويس جدا. وهفضل اقطع فيها كده لحد ما اخلص كل الرول معايا. شايفين الطبقات كام طبقة؟ هو لازم يبقى طبقات كتير كده. شايفين؟ حلو جدا. هكمل بقى بنفس الشكل كده. لو في طرف مش ملزوق ولا حاجة بقوم لازقاه. وبعد كده عندي صينية مدهونة زبدة، هبتدي احط فيها السينابون رولز كده، وهسيب ما بينهم مسافة لان لسه هسيبهم يخمروا كمان ساعة، فهسيب ما بينهم مسافة حلوة كده عشان لسه هيخمر تاني بالشكل ده كده. وهخلص كل الكمية وهسيبه بقى يرتاح ساعة كمان. طبعا ده على حسب الغرفة عندكم عاملة ايه، بس الجو برد قوي دلوقتي فانا سيبته ساعة بالظبط. هغطيه واسيبه في مكان ساعة. وده كانت عندي واحدة فاضلة كده فانا حطيتها في الطاجن الصغير ده. وده شكله بعد ساعة بالظبط. شايفين ما شاء الله قلبظ وبقى حلو ازاي؟ حلو جدا جدا. الحجم ده حلو قوي بالنسبة ليا. زي ما قلت لكم لو حابين تكبروه عن كده براحتكم. بعد كده هدخله الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني يستوي ويحمر من تحت. هفتح عليه الشواية وشه يحمر. عما يطلع من الفرن بقى هعمل التوبنج اللي هو الابيض، الصوص الابيض. عندي كوباية سكر بودرة، هحط عليها 4 معالق جبنة كبار، جبنة كريمي اي نوع انتوا حابينه، ونص معلقة فانيلا، وهحط شوية لبن صغيرين حوالي 3 معالق لبن. وبعد كده هقلب ده مع بعضه كده، وهحط 3 مكعبات زبدة. وبعد كده قلبوه بالمضرب او بالهاند بلندر براحتكم. انا عملته بالمضرب الكهربائي اسرع من المضرب اليدوي، هيطلع معايا الصوص كريمي وتحفة. شايفين قوامه عامل ازاي؟ حلو جدا جدا. وادي السينابون طلع من الفرن ما شاء الله تحفة، ريحته قلب البيت. مش عايزة اقول لكم بقى على ريحة القرفة عاملة ازاي في البيت في الشتاء. وبعد كده احط التوبنج اللي هو الصوص الابيض ده على الوش كده. هو اول ما بيتحط على السينابون عشان السينابون لسه سخن ولسه طالع من الفرن، فهو بيسيح على السينابون. هوزعه كده على السينابون كله بالشكل ده. ريحة السينابون كانت قلبة البيت كله، كانت نازلة للشارع تحت. طبعا عارفين ريحة السينابون بتبقى عاملة ازاي،
خطير يا جماعة، بجد كان تحفة جدا جدا. وبعد كده بقى حابين تحطوا اي صوص عليه حطوا براحتكم. انا هحط عليه صوص كراميل كده بالشكل ده، وعملت معاكم قبل كده صوص الكراميل، لو حابين ترجعوا تشوفوا الوصفة وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ودي الواحدة اللي انا كنت عاملاها في الطاجن. وبعد كده بقى تعالوا شوفولي الطراوة بتاعته عاملة ازاي. خطير، انا ما كنتش عارفة امسكه من كتر ما هو كان طري جدا جدا جدا. بجد كان خطير، يعني فظيع بصراحة. شوفوا عامل ازاي، طبقات عاملة ازاي، كان تحفة. العجينة بتاعته كان طعمها خطير جدا جدا جدا، بجد كان رهيب. شوفوا عاملة ازاي، تحفة. طبعا حابين بقى تحطوا اي صوصات تانية، صوص شوكليت، صوص بيستاشيو، اي حاجة انتوا حابينها حطوه براحتكم. شوفوا العجينة عاملة ازاي، طرية جدا. شوفوا بجد كانت خطيرة، تحفة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وجربوا وصفة السينابون دي لانها بجد خطيرة جدا. لو حابين تحطوا اي نوع مكسرات على وش السينابون براحتكم، حابين تحطوا لوز، جوز، عين جمل، اي حاجة براحتكم. وبس كده، جربوا طريقة السينابون دي لانها بجد حلوة قوي قوي. وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، اشوفكم على خير باذن الله.